الشيخ ضياء الدين العراقي. هو الشيخ ضياء الدين بن علي بن الشيخ محمد العراقي، ولد عام 1278 من الهجرة بمحافظة آراك في إيران، ونشأ في أحضان أسرة علمية عريقة، حيث كان والده الشيخ محمد العراقي يصحبه منذ صغره إلى مجالس العلم، فكان سببا في وصوله إلى درجات عليا من العلم والمعرفة. ابتدأ حياته الدراسية في مدينته، ثم سافر إلى أصفهان لإكمالها، وبعدها سافر إلى مدينة النجف الأشرف لمواصلة دراساته العليا. تتلمذ على يد عدد كبير من العلماء والفقهاء، نذكر منهم الشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، الشيخ محمد كاظم الخراساني، الشيخ محمد الكاشاني، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. تميز الشيخ العراقي بالتواضع وطيب الأخلاق، وكان تلاميذه يحبونه بسبب هذه البساطة، إذ كان يشعرهم بأنه أستاذهم وصديقهم في وقت واحد. ومن أبرز تلامذته السيد محمود الحسين الشهرودي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، السيد محمد تقي الخنساري، السيد علي اليثربي الكاشاني، السيد عبد الهادي الشيرازي، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد أحمد الخنساري، الشيخ حسين الحلي وغيرهم. ألف عشرات الكتب التي أضحت مصادر للباحثين، نذكر منها روائع الأمال في فروع العلم الإجمالي، تعليقات على رسائل الشيخ الأنصاري، استصحاب العدم الأزلي، تعليقات فوائد الأصول، حاشية كفاية الأصول، حاشية العروة الوثقى، حاشية جواهر الكلام، مقالات الأصول وغيرها. توفي الشيخ العراقي في 28 من شهر ذي القعدة سنة 1361 للهجرة بمدينة النجف الأشرف، ودفن في الصحن العلوي المقدس.